بمجرد ما فتح عناصر الحرس المدني الإسباني الحقيبة حتى خرج منها طفل، اكتشفوا لاحقا أنه يتحدر من ساحل العاج وتحدث معهم باللغة الفرنسية. عندما وصلت المرأة ارتابنا الشك بأن ما يشتبه في أنها مخدرات أو مواد أخرى غير مشروعة قد تكون في حقيبتها، وبعد التفتيش باستخدام المسح الضوئي شاهدنا طفلا صغيرا داخل حقيبة. عناصر الأمن الإسباني قاموا على الفور بتوقيف الفتاة، ووجهت لها تهمة الهجرة السرية وتهريب قاصر مقابل الحصول على أموال، بعد اعترافها بأنها حاولت تهريب الطفل مقابل استلام أموال من والده. وبعد فترة قصيرة تقدم شخص في منتصف العمر وقدم نفسه على أنه والد الطفل ليتم اعتقاله هو الآخر بتهمة تعريض حياة ابنه للخطر. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال بمجازر سعودية في العدوان على محافظة